الاتفاق والفرقة رغم الخطابات التي دعت جلها إلى الوحدة، حيث صنع سقوط الرئيس اللبناني على الأرض الحدث بامتياز، فيما ظهر أمير الكويت والرئيس اليمني نائمين أثناء القمة. أما الرئيس المصري فقد غادر القاعة أثناء كلمة أمير دولة قطر. إنها اللعنة تطارد قادة وحكام الدول العربية حتى وهم داخل قاعة من 5 نجوم أو أكثر. لعنة الموريتانيين الذين احتضنوا القمة الفارطة بنواكشوط، أين غاب عنها معظم قادة الدول، ومن حضر منهم اختار المغرب للإقامة بدل فنادق موريتانيا المتواضعة وخيماتها. في قمة ميتة في بحر ميت، كادت الأردن أن تتحول إلى حجرة عثرت طريق ضيوفها الوافدين إليها بقوة، فقد عرفت القمة 17 في دورتها 28 مشاركة 16 من القادة والزعماء العرب، في مقابل 6 فقط حضروا القمة الفارطة في موريتانيا العام الماضي. مفارقة أبرزت الدور المستقبلي الذي سيلعبه الأردن في المنطقة بصفته الشريك العربي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سقطة وراء أخرى كان بطلاها نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، الذي هوى من سلم طائرته في سقطة حرة. كان بودي أن أشعر اليوم بالسعادة. والرئيس اللبناني ميشيل عون الذي حاول الطيران على طريقة عباس بن فرناس، إلا أنه فشل وسقط على وجهه في صورة عكست مدى السقطات التي تسبب فيها الحكام العرب ليصلوا بالوطن العربي إلى ما هو عليه الآن. لم تكن السقطات وحدها السمة الأبرز في قمة البحر الميت، فقد صنعت قيادتا السعودية ومصر الحدث باستغلالهما القمة للقاء والمصافحة لإخفاء الخلافات التي تفاقمت بينهما في الأشهر الماضية، بل ووصلت إلى درجة القطيعة، إلا أن تسريبات واردة من واشنطن تفيد بطلب الإدارة الأمريكية من الطرفين بالإسراع في التقارب. وبعد أن أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهمته مع العاهل السعودي، لم يتبقى له من القمة سوى ترك القاعة رفقة أعضاء وفده، غير آبه لما كان يلقي به الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في كلمته. وهنا لم يجد الأمير ما يعبر به إلا هذا الإيحاء. مشاهد كهذه لم تعد جديدة على المواطن العربي، فالسقطات ترجمت فشل قادة الوطن العربي في معالجة قضاياه الشائكة. أما خلافاتهم فتوحي باستحالة اتفاقهم، استنادا للقائل: اتفق العرب على ألا يتفقوا. في أخبار الرياضة، تتطلع